متابعي قناة العالم اليوم في عالم الغموض والإثارة. اليوم سنغوص في عمق واحدة من أكثر الظواهر المثيرة للجدل في تاريخ البشرية، مثلث برمودا. تمتد هذه البقعة الغامضة عبر المحيط الأطلسي بين ميامي وبرمودا سان خوان، حيث تروى قصص اختفاء السفن والطائرات وكأنها أساطير من عصور قديمة. فبينما يعتبر البعض هذه المنطقة مجرد جزء عادي من المحيط، يتحدث آخرون عن قوى خارقة وسحر غامض يدور حولها. منذ عقود أثارت حوادث الاختفاء الغامضة حيرة العلماء وعشاق الأساطير على حد سواء. هل هو مجرد تلاقي لعوامل طبيعية عابرة؟ أم أن هناك شيئا أعمق يكمن في أعماق هذا المثلث؟ في هذه الحلقة سنستكشف كل ما يخص مثلث برمودا، بدءا من قصص الحوادث الغريبة وصولا إلى التفسيرات العلمية والأسطورية. انضموا إلينا في هذه الرحلة المشوقة، حيث نبحث عن إجابات لأسئلة أثيرت على مر السنين، ونفتح الستار عن أحد أكبر ألغاز المحيطات. البداية كانت في منتصف القرن العشرين، تحديدا عام 1950، عندما نشر الصحفي الأمريكي إدوارد جونز مقالا يروي حالات الاختفاء الغريبة في مثلث برمودا. لم يكن هذا الموضوع سوى بذرة زرعها جونز لتكبر الأسطورة شيئا فشيئا وتتحول إلى لغز يثير اهتمام العالم. وفي عام 1964 أطلق الكاتب فينسنت غاديس على المنطقة اسم مثلث برمودا، وبدأت الحكايات حول هذه المنطقة تتسع وتشمل كل ما هو خارق وغير مفسر. يقع مثلث برمودا في المحيط الأطلسي بين ثلاث نقاط جغرافية هي ميامي في فلوريدا، وجزر برمودا سان خوان في بورتوريكو. يغطي هذا المثلث مساحة تبلغ حوالي 1.5 مليون ميل مربع، وقد أصبح يشتهر بأنه مقبرة للسفن والطائرات. في ديسمبر من عام 1945 انطلقت 5 طائرات قاذفة أمريكية من طراز إفنجر في مهمة تدريبية روتينية تعرف بالرحلة 19. كان الطيارون ذوي خبرة، وكانت مهمتهم بسيطة نسبيا، إلا أنهم لم يعودوا أبدا. بدأت الطائرات بالإبلاغ عن ضياعهم عن مسارهم وأنهم يواجهون مشاكل في التحكم في البوصلة، وفي النهاية انقطع الاتصال بهم تماما. وحتى طائرة الإنقاذ التي أرسلت للبحث عنهم اختفت دون أثر، ولم يعثر على أي حطام حتى يومنا هذا. تركت هذه الحادثة علامة استفهام ضخمة وزادت من الشكوك حول مثلث برمودا. كانت أس مارينا سيلافريكاوين سفينة ضخمة تنقل شحنة من الكبريت السائل عبر مثلث برمودا. انطلقت السفينة من ميناء في بومونت بولاية تكساس إلى نورفولك في ولاية فرجينيا، ولكنها لم تصل أبدا. انقطع الاتصال بالسفينة، ولم يعثر على أي حطام أو أثر للطاقم المؤلف من 39 بحارا. اعتبرت واحدة من أكثر الحوادث غموضا لأنها كانت تحمل شحنة خطرة، مما يجعل فقدانها أكثر إثارة للتساؤلات. في ديسمبر عام 1948 أقلعت طائرة من بورتوريكو متجهة إلى ميامي وعلى متنها 32 شخصا. قبل أن تصل الطائرة إلى ميامي بوقت قصير، أرسل الطيار آخر رسالة يؤكد فيها أن كل شيء يسير على ما يرام، ولم يكن هناك أي مؤشر على وجود مشاكل فنية. إلا أن الطائرة اختفت تماما دون أثر، ولم يعثر على أي حطام. عثر على المركب الشراعي كارول ديرينج مهجورا بالقرب من ساحل كارولينا الشمالية. لم يكن هناك أي أثر لطاقم السفينة، كما أن جميع متعلقاتهم الشخصية اختفت بطريقة غامضة. وكانت الألغاز تتراكم، حيث وجد المحققون مؤشرات تدل على أن الطاقم قد ترك السفينة في عجلة، دون أن تكون هناك أي علامة على حدوث نزاع. لم يتمكن أحد من معرفة سبب تخلي الطاقم عن السفينة أو وجهتهم الأخيرة. مع تزايد الحوادث، ظهرت عدة تفسيرات ونظريات، بعضها يبدو منطقيا، بينما البعض الآخر غارق في الغموض. الظروف الجيولوجية والطقس العاصف. يعتبر المحيط الأطلسي منطقة تعج بالعواصف، ويمتاز بجغرافيته الغريبة، حيث يتسم قاع المحيط بتضاريس حادة وكهوف عميقة. فسر بعض العلماء أن هذه التضاريس تجعل المنطقة عرضة لظواهر طبيعية مثل الأمواج العاتية والعواصف البحرية القوية، مما قد يكون له دور في حوادث الاختفاء. توجد تحت قاع المحيط جيوب من غاز الميثان، وعندما يحدث تسرب للغاز
يمكن أن تتشكل فقاعات ضخمة تؤدي إلى تقليل كثافة الماء بشكل كبير، مما يجعل السفن غير قادرة على الطفو فتغرق مباشرة. هذه الفرضية قد تفسر حوادث غرق السفن، لكنها لن توضح اختفاء الطائرات. يشير الخبراء إلى أن الأخطاء البشرية تلعب دورا رئيسيا في العديد من الحوادث، فمثلا فقدان الاتصال أو سوء استخدام الأجهزة الملاحية يمكن أن يؤدي إلى وقوع الكوارث في تلك المنطقة التي تتميز بالرياح القوية والتيارات الغير المستقرة. لا تخلو أسطورة مثلث برمودا من التفسيرات الخارقة، حيث أرجع البعض اختفاءات السفن والطائرات إلى نشاطات فضائية أو إلى وجود بوابة زمنية. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد البعض أن مثلث برمودا هو المكان الذي سيظهر فيه المسيح الدجال، وذلك بسبب ارتباط المنطقة بأحداث نهاية العالم في التقاليد الدينية. يشاع أن القوى الغامضة أو الكائنات الفضائية قد تكون متواجدة في المنطقة، مما يضفي عليها طابعا خارقا يستقطب المؤمنين بنظريات المؤامرة. بالرغم من مرور عقود على الحوادث، لم يقدم تفسير واضح ومؤكد لكل ما حدث في مثلث برمودا. العديد من السفن والطائرات التي تمر عبر المنطقة تصل بسلام، مما يعني أن مثلث برمودا ليس فخا مميتا بشكل دائم، لكن تظل الحالات القليلة التي اختفت بشكل غامض تحفز الشكوك والتكهنات. إلى يومنا هذا، يستمر الباحثون في دراسة مثلث برمودا، وتبقى الأسرار التي تحيط به مجالا واسعا للتأمل والتحليل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.